ومن ناحية أخرى شهدت أسواق محافظة بورسعيد تراجعا ملحوظا في أسعار الأسماك، حيث واصل أبناء المحافظة تنفيذ حملة شاملة لمقاطعة شراء الأسماك سعيا لمحاربة غلاء الأسعار. مبادرة حلوة طبعا مننا، بس الكلام ده بقى لو كلنا عملنا كده، لان طبعا امبارح كان في اجماع ان في مقاطعه، وفي ناس تدخل تقول لا ده البياعين قدامهم ناس كتيره جدا واقفه، لا ده الناس باعت، ده الناس معرفش ايه. ان البياعين نفسهم على الفيس بيقولوا ما احنا ما عندناش مقاطعه، احنا بعنا النهارده، فاحنا مش عارفين هم لازم يقولوا كده. احنا مش عارفين الحقيقه فين يعني. بس ده هيبان خلال الاسبوع ده ان شاء الله. اللي بيرفع الاسعار التجار، فالتاجر بيرفع عشان الناس بتشتري وتقبل على الحاجه. لو الناس توقفت مع بعضها، وقفت ايد واحده وامتنعت حتى ولو اسبوع عن شراء سلعه معينه ايا كانت السلعه. المقاطعه مقصره وكل حاجه، واحنا مع المقاطعه. معلش حضرتك، اما الوقت اما السمك اسعاره تنزل احنا اكتر ناس هنستفيد بالكلام ده. غالية جدا، يعني حتى الشبار اللي كنا بنجيبه رخيص شوية أقل 50 جنيه مثلا، حاليا الوقت بقى أقل حاجة 150 عشان أكل شبارة كويسة. القطع ب 120 و 140، يعني طبعا الحاجة غالية جدا. ليه ما يبقاش معانا كويسين؟ ليه ما يبقاش مثلا الحاجات يرخصوا الأسعار شوية؟ لأن العيشة بقت صعبة. احنا كنا بنقول السمك ده بيفك علينا عن اللحمة وعن الفراخ، أصبح الوقت السمك غالي نفس السعر، اللحمة برضو غالية جدا. طب ليه ما يرخصوش الأسعار؟